السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اديكم انتوا شايفين، اكيد انتوا عارفين كده هعمل ايه. دياتي معانا صينية سمك كده جميلة، اسمه سمك مزمار، حلو كده وقت جميل. مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه، تعالوا نعرف ايه وصفته. هنبدأ كده وقت يا جماعة يا حلوين كده وقت، انا احط ايه؟ بصلتين حلوين كده وقت. تقولوا لي البصل غالي، هو في اغلى من السمك تاني؟ اما الغالي للغالي. اللهم صل على يشفع فيكم كده اهواتي. ونزلنا عليهم البصلتين في الزيت، وبنجلي كده اهواتي في المقلايه. اللهم صل على يشفع فيكم. ونجليهم كويس. دي اول خطوه ليه. اللي احنا ننزل ايه بالبصلتين الحلوين دلوقتي مع الزيت، ونشوحهم حلو كده جيدا. اللهم صل على النبي. والسمك دواتي، اللهم صل على النبي. هو ده بيقولوا بيتعامل في الفرن، بس يعني مش بيتجلي، لا اول هندخل في الفرن. بيتحط صاحي وبيتعمل في الفرن. اللهم صل على النبي. يعني هو طريقته كده هوت، وهو فعلا بيتاكل في الفرن احلى. وعلى البصله كده واحنا بنحمرها، فنزلنا بايه؟ بقرن فلفل اخضر. اللهم صل على النبي. وكله بنشوحه، وديت سنة السكر الحلوة كده عشان ان شاء الله يبقى سمك عسل. اللهم صل على يشفع فيكم. وبنقلب كويس مع البتاع دواتي البصل والفلفل الاخضر والريحة الجميلة، وديات دقة توم. اهم حاجة التوم. دقة توم، وفي قلبه بردك التوم، فلفل اخضر وفلفل اسود وكمون ولا جراول. يا ريت تكتر الكمون، عشان هو السمك بيحب الكمون كالعاده، انتوا عارفين انه بيحب الكمون. بس وهنحمرهم كده مع بعضيهم حلو. اللهم صل على يشفع فيكم. ولما الريحه والله العظيم طالعه تستاهل بقكم. والله البلدي يوكل ماله، البلدي يوكل، قال اللي نعرف احسن من اللي ما نعرفوش. ده البلدي بقى، كل الناس بتعملها عن طريقه تقليديه عاديه. اللهم صل على النبي. وبعد ما اتحمرت البصلة والثوم والفلفل والتوابل، والله العظيم الريحة جميلة يا جماعة. لايك واشتراك للقناة، انتوا نسيتونا ولا ايه؟ ما نتحرمش منكم. ودياتي معلقة خل حاطينها، تقولوا لي خل اقول لكم ايوه. وانا كنت عصرة بردك ليمون، الليمون حلو بيبقى في اللهم صل على النبي للسمك. عصر انا وانا بدق التوم عصر ليمون، اديكم منضفينه والله في قلبه، ونقعكت بالخل والليمون. والملح، وبردك جواه كنت انا دقه توم بالفلفل بالتوابل بالكزبره بالكمون بالفلفل الاسود والفلفل الاخضر. دقاهم كلهم والليمون. وبردك بايه؟ بتبل بطنه من جوه، بتبل السمك من جوه عشان يحيد. يعني هتقولوا ان احنا كده كده هنحطه في تجليه، لا بردك حاطينه. والتجليه لازم تكون تكون تجيله، ما تكونش خفيفه، فاحنا حطينا راج تجليه. وكل راج بنحط فوقيه تجليه. التجليه ما تكتروش فيها. ليه؟ عشان السمك بينز تجليه. ادي زي ما انتم شايفين، والله العظيم الشكل روعه وجميل يستاهل بوجكم. هنحطه في ايه؟ في الفرن. اللهم صل على يشفع فيكم. عقبال ما نحطه كده في الفرن يا جماعه، هنحط لايك ونحط اشتراك للقناه. ما نتحرمش منكم ومن لايكاتكم. ونشكر الناس كلها اللي بتدعمنا، وبنشكر والله شكر خاص تاني للاستاذ امير والله، وكل الناس الحلوه. كل الناس الحلوه والله الف شكر ليا من داخل مصر وخارج مصر. ما نتحرمش منكم، معلش انا اللي بصور. شفت الشكل النهائي والله جميل. الف هنا وشفا للي اكلوه. بسم الله ما شاء الله، والله الشكل جميل. ابويا جابه قال لي خد يا دعاء اعمل ايه. فقلت له من عين يا ابويا. بس فكنت عامله لابويا واتفضلوا معنا. والله الشكل جميل. اسمه سمك مزمار، مش عارفه بقى. اللي يعرف اللي ليه اسم تاني يكتب لي في الكومنتات. يلا باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.